بيبدأ صوم الميلاد يوم 16 هطور 26 نوفمبر، وبيستمر 43 يوم لغاية ليلة عيد الميلاد المجيد في 6 يناير، والعيد بيكون يوم 7 يناير. الكنيسة رتبت الصوم ده على مثال صوم موسى النبي اللي صام 40 يوم على الجبل قبل ما يستلم كلمة الله المكتوبة على لوح الحجر، واتضاف ليهم 3 أيام كتذكار لمعجزة نقل جبل المقطم. واحنا كمان بنصوم استعدادا لاستقبال كلمة الله المتجسد المسيح، مش كلمة مكتوبة على حجر لكن مولودة في مزود. صوم الميلاد مش مجرد امتناع عن أكل، ده زمن استعداد وفرح روحي. الكنيسة بتعيش فيه حالة انتظار مقدس، زي العذراء مريم اللي قبلت الخلاص باتضاع، وزي يوسف البار اللي قطع صوت الملاك، وزي الرعاه اللي سمعوا البشارة، وزي المجوس اللي تبعوا النجم. علشان كده الصوم ده مختلف عن باقي الأصوام، روحه مليانة رجاء ونور وفرح، مش حزن ولا دموع. صوم بيجهز القلب يكون مزود بسيط يتولد فيه المسيح من جديد. فباختصار صوم الميلاد هو رحلة روحية جميلة، من الانتظار إلى اللقاء، ومن التهيئة إلى الفرح، علشان لما يجي يوم العيد ما يبقاش ميلاد المسيح بس في المزود، لكن في قلب كل واحد فينا.